السلام عليكم. النهارده هنقف قدام مواجهة تكتيكية من العيار الثقيل، جمعت بين النادي الأهلي المصري وبين نادي يانج أفريكانز التنزاني. مباراة زي ما كلنا عارفين انتهت بالتعادل، لكن نتيجتها كانت انعكاس مباشر لصراع خطط واضح بين مدرستين مختلفتين تماما في التفكير. الأهلي طبعا دخل المباراة بعقليته المعروفة، استحواذ وبناء لعب من الخلف ومحاولة فرض السيطرة من أول دقيقة. المدير الفني للنادي الأهلي هدفه الأساسي كان محاولة فرض إيقاعه، وإن المباراة تتلعب في نص ملعب فريق يانج أفريكان مع تقدم الظاهرين ومحاولة خلق زيادة عددية على الأطراف. لكن على الجهة الثانية المدير الفني ليانج أفريكانز كان محضر للمباراة بشكل ممتاز. يانج أفريكانز لعب بخطة واضحة جدا، ضغط متوسط، خطوط متقاربة، تقفيل تام للعمق مع ترك الاستحواذ للأهلي، لكن بدون ما يسمح له بصناعة فرصة حقيقية. وهنا بقى نقدر نقول ان المعركة الحقيقية كانت في وسط الملعب. الاهلي استحوذ، لكن استحواذه كان اغلبه افقي بعيد عن مرمى المنافس. يانج افريكانز نجح في انه يمنع اللعب بين الخطوط، وخلى صانع اللعب زي ما كلنا شفنا ظهره دايما كان للمرمى، وده عطل بدوره السرعه والاختراق. طبعا المشكله اللي واجهت الاهلي كانت في الثلث الهجومي الاخير، التحركات كانت قليله والاختراق من العمق كان شبه غايب، فبقى الحل المتكرر هو العرضيات، واللي كانت سهله نسبيا على دفاع يانج افريكانز المنظم. في المقابل يانج افريكانز ما كانش فريق دفاعي سلبي، لكنه كان ذكي هجوميا، بيلعب على المرتدات السريعه، مستغل المساحات خلف الظهيرين، ونجح انه يهدد مرمى الاهلي في اكتر من لقطه رغم قله الاستحواذ. نقطه قوه فريق يانج افريكانز ان المدير الفني بتاعه لعب على امكانيات فريقه بواقعيه، ما اندفعش، ما فتحش الملعب، وكانت فرصته الحقيقيه ان الاهلي يفقد صبره. وده طبعا اللي حصل في فترات كتيره في المباراه. التعادل في النهايه عادل ومنطقي، الاهلي كان الافضل في السيطره لكن بدون فاعليه هجوميه حاسمه، ويانج افريكانز كان منظم منضبط وعارف ازاي يخرج بنتيجه ايجابيه قدام فريق كبير زي الاهلي. المباراه دي بتوجه رسالتين واضحين، الاولى ان الاهلي محتاج تنويع اكتر في الحلول الهجوميه، الثاني ان يانج افريكانز مع مديره الفني فريق بيعرف يقرا المنافس ويلعب على التفاصيل. ماتش يثبت ان الكوره مش استحواذ بس، الكوره قراءه وتكتيك قبل اي حاجه. دلوقتي بقى جاوبني بصدق، هل الاهلي ضيع الفوز بايده ولا المدير الفني ليانج افريكانز لعبها صح وطلع بالتعادل عن استحقاق؟ عايز اشوف اراء جمهور الكوره الحقيقي. اكتب رايك في الكومنتات، ولو التحليل لمس معك نقطه دوس لايك جامد عشان اعرف ان النوع ده من التحليل عجبك، واشترك طبعا في القناه وفعل الجرس عشان اللي جاي اقوى. تحليل، ارقام، تكتيك من قلب الملعب. الكوره مش بس اهداف، الكوره قراءه وشخصيه وتكتيك. وافتكروا دايما مش اي فريق بيكسب، الفريق اللي يقرا المباراه صح هو اللي يحكم الملعب. سلام عليكم.